بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحييكم يا أيها الإخوة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حسن الطالع وجميل الفعل أن يكون هذا الاجتماع وهذه الجهة الكريمة في يوم يسمى يوم التروية، قبيل عرفة بيوم، وهذه الأيام المباركة التي أقسم الله بها في كتابه سبحانه وتعالى. باسم الجهة الكريمة نتشرف أن نكون في مضارب الغش أشرفات الكرام في بلدة مكيفتة، لنتشرف بطلب عروس لأخينا أنور الرياحي ابنة أخينا عبد المولى كساب أشرفات، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. سعادة الباشا المكرم وقرايبنا المحترمين، نتشرف بهذا الطلب، ابنة أخينا عبد المولى لأخينا أنور بيك الرياحي، على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله، لتتكون أسرة إذا حصل الطلب بإذن الله عز وجل مباركة بين عائلتين عريقتين، الرياحي الكرام والغش الكرام من عشيرة أشرفات. ونرجو الله عز وجل أن تكون بداية خير ولبنة قوية في إدماج قوي في أسرة متماسكة إلى مستقبل واعد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يتم لنا ولكم جميعا على خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا طلبنا والجواب عندكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بالجميع في هذا اليوم الطيب بوجودكم وحضوركم والمبارك في هذه الأيام المباركة. نقول لكم أهلا وسهلا بالجميع، شرفتونا. عشيرة الرياحي عشيرة مكون أساسي من أشرفات ومن البادية الشمالية. استطاع شبابها وبجهودهم أن يحققوا الكثير من النجاح في كافة المجالات، سواء على المستوى المحلي للبادية الشمالية أو حتى على المستوى العام. احنا صراحة نعتز فيهم ونفتخر فيهم. والعلاقة ما بين الرياحيين، عشيرة الرياحي وعشيرة الششب، ليست بجديدة، هي ضاربة في التاريخ ولها جذور، ومن زمان يعني احنا نجدد العلاقة ونبني على ما بنوه الآباء والأجداد. يا سيدي، احنا امتثالا للحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. أهلا وسهلا، طلبكم مجاب، اشربوا قهوتكم، يلا حيا.